اهلا بيكم مشاهدينا في برنامج البيوت اسرار، حلقه جديده مليئه بالاسرار. ولكن زي ما حضراتكم عارفين ان اي بيت بيكون متكون من الزوجه والزوج، وتدخل اي شخص ثالث بيخرب البيت، لانه لو السر خرج مش هيكون سر، خلاص كده ده شخص ثالث داخل. ايه الهدف؟ محدش عارف. ولكن اكيد هنعرف في برنامجنا مع ضيوفنا العزاز. وفي حاجه برضو حابه اعرف ضيوفي بيها وحابه افكر الجمهور بيها كمان، انه انا معايا محلل نفسي في الكنترول. يعني اي حد من ضيوفي مش هيقول الحقيقه او هيبان على جسده كذب او انه متوتر، فالمحلل النفسي هيقول لي في الايربيس في ودني ان الضيف ده مش بيقول الحقيقه، وساعتها انا هوقفه وهقول له او هحرجه قدام افراد العائله. خلوني ارحب بضيوفي. اهلا بيكي. تمام. اخبارك ايه؟ تمام. اهلا بيك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عايزه بقى اعرف قصه الحب ده لو في حب يعني ابتدت ازاي، او الجواز؟ هو احنا لسه متجوزين من 4 شهور. يعني مفيش حب؟ لا، اتعرفت عليها من عن طريق جوز خالتها، شغال معاها في نفس الشركه. خالتها؟ من 7 شهور تقريبا. هي كانت السبب في الجوازه؟ أيوة. يا رب ما تكونش السبب في الطلاق. لا لا لا. تعرفنا من 7 شهور، بس هي بصراحه لقيتها حد كويس وحد محترم والحمد لله. وانتي بتحبيه؟ اكيد طبعا. ايه اكتر حاجه شدتك ليه؟ شخصيته وان هو انسان محترم يعني، وحنين وطيب وجدع. وايه اللي وحش اللي فيه؟ لا هو الصراحه ملاك؟ متجوزه ملاك؟ لا مش ملاك بس يعني. امال مين وقت الخناقات بيبقى صوته قد كده؟ لا لسه ما اتخانقناش هي الحمد لله. مش هو. طيب ايه اكتر موقف ضحكك حصل بين خالتك وزوجك ضحكك؟ لما كانوا بيتفقوا على القايمه. ايه اللي حصل؟ مسكت في المقشه. مسكت في الرفايع. بصراحه ليه حق يبقى متضايق من وجودك في مقشه؟ صح كده؟ لا والله ابدا. والله هم كدابين الاثنين. محلل ما قالش حاجه، ده ما بيكذبش. يبقى مين اللي بيكذب؟ المحلل ما قالش ان هم كذابين صح. لحد دلوقتي. مش كده والله، بس يعني في حاجات هو مثلا بتتكتب، هي كده. المقشه بتتكتب؟ لا ما كتبتش معاش. اصل هي اغلى من المقشه يا ساره. اكيد يعني طبعا. ليه لا تعملي والله ما كده؟ كتبني انا. المحلل ما بيقولش ليه ان هي بتكذب. انا محلل طلبني جوه، فانا مضطره اقوم. طيب الساده المشاهدين، هطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم مره اخرى. لا ده انت كده كبرت الموضوع. ده المحلل قال لي انا عايزك جوه. يا خالته ايه يا حبيبي؟ بالراحه شويه. ماشي يا كريم. ماشي يا كريم. تيجي تنوري ده انا والله ليه؟ يا ده نهار اصلا انا عارفه من هنا ان انت بتكذب من غير ما هو يقول. ربنا يخليك يا رب. حبيبي يا كيمو. عايز اقوم امشي. عايز اقوم امشي. خالته. عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ وحشني جدا. والله وانت اكتر. ايه ده؟ انت عملت هنا؟ لك القهوه زي ما انت بتحب تشربها. تسلم ايدك. نورتنا. ربنا انا يخليك. مبسوطه قوي ان انا شفتك. والله وانا اكتر. هستناك بره. تمام، هخلص واجيلك على طول. انا ماشي، فرحان انا أوكي. شفتك بجد. انا كمان قوي. هو ايه اللي تستناك بره؟ ده مين يا حبيبي؟ لا دي كانت زميلتي. ايه كانت زميلتك يعني؟ كانت لا زميلتي، طب كنا ما في شركة تاخد واحدة. أيوة، يعني إيه تستناك كانت بره زميلتك وبعدين ما يعني؟ تستناك مش بره. لا هي كانت معايا بقى في الشغل، مفيش حاجه لقيتها هنا بالصدفه. ايوه الشغل ايه ده إن يعني شاء الله؟ برضه شغل ايه استني انت وهستناك بس بره؟ كده. شغل والله العظيم. ايوه ايه هستناك بره؟ هنطلع، ما انت حبيبتي. كده كده طالعه معايا. ما هو ايه اللي انت طالعه معايا؟ ايوه تقدم لك القهوه وفي ايه؟ وعملتها لك زي ما بتحبها. طب لا هي استني عرفت منين انت بتحب ثانيه ايه؟ بس بقى. والله. انا بصي، هي كانت معايا في الشغل. ايوه ايه معاك في الشغل استني برضه؟ بس انا عارفه الشغل فين اصلا. ما نعم. على فكره كانت معايا في الشغل قبل الشركه اللي انا كنت فيها والله. والله كانت معايا. كداب. كانت معايا. هو فين المحل؟ كانت انت معايا بتكذب. والله. لا أنا لا مش لا بكذب. كانت معاك في الشغل فين؟ قبل الشركه. ثواني يا بسنة. فاطمه، ايه دي؟ ثواني. ايه الدخله اصلا اللي داخلها دي؟ بتروح معايا يا انا قمت حبيبي. سلمت عليها. طب ما تهدي. ده كان طيب. ناقص. توتر وعينيك لمعت. أنا لما- ده اللي كان ناقص ان انت تسلم يا عليها. ستي استهدي بالله والله. ايوه هو ايه ده؟ هي قدمت لي القهوه عادي. ايوه قالت ايه لي قدمت لك القهوه يعني؟ نطلع بره اهدي عشان احنا الناس وكده. اهدي الناس هنطلع. مفيش أصلاً؟ ناس. مين دي اصلا؟ طب ما عماله تقول لك تستهدي استناك بالله بره بس. ومش عارف ايه ده. بتفرج على طول استهدي. مين دي؟ يا ستي والله كانت معايا في الشغل. هي كانت ايوه معايا. ايه كانت معاك في الشغل برضه تكلمك كده ليه؟ لا هي بس كيكو. هي ما كانت. تعرفش ان انت اسمك كيمو؟ طب ممكن طيب بس عشان ما يبقى في مشكله بجد والله. هي كانت معايا في الشغل. هو لسه هو هيبقى في أيوة، مشكله إيه وفي فعلا مشكله. طب ما أنت كده فاهم استهدي غلط. بالله بس يا خالته، والله يبارك لك. استهدي انت بس بالله شويه.
يا ستي والله كانت معايا في الشغل، كانت أيوة، هي إيه بت معاك في الشغل؟ ايوه ايه كيكو مش عارف ايه وهستناك يا بره. ستي احنا يعني عادي بنهزر مع بعض، بس هي اكيد مش عارفه، يعني مش عارفه ان انا اتجوزت. ايه اللي مش عارفه؟ يعني عشان ايه الموضوع ما نزلي مش معاك على الواتس؟ لا مسحت رقمها. يا حياتي ومسحت رقمها ليه؟ ما عملتلهاش بلوك ليه يا قلبي قبل ما تمسحه؟ لا اسمعني بس. ايوه نعم برضو والله ايه؟ مفيش حاجه والله العظيم. مفيش حاجه ازاي؟ انت شفت طريقتها عامله ازاي اصلا؟ يا ستي دي جايه بتقول لي القهوه ايه وازيك، انا ايوه بتقول لك القهوه زي ما بتحبها. ما انا ما قمت سلمت، ما هي اكيد بشرب القهوه، هي قهوه زياده فخلاص هي عملتها، ارميها مش هشربها، اشربيها انت. معلش. واشربها انا دي مش عايزه اشرب قهوه. كانت شغاله معايا، كانت شغاله معايا. ايوه ايه برضو كانت شغاله معاك يعني؟ طب اعمل خلاص انا ايه طب بيها؟ نخلص بس نخلص وهنشوف الموضوع لا ده. مش هنخلص. يعني ايه طب مش عشان الناس؟ هنخلص، طيب لا. الناس مش والله هنخلص. هي كانت شغاله معايا، بس هي جت عملت لي قهوه ايه، انا انت حتى كداب على فكره. كداب دي في حقيقة. ايه؟ انا ما لو بكذب ما انا هقول، أو انا اعرفها من أنت الشغل، انا ما بكذبش اصلا. احبب بس كده واهدى. يعني انت بتكذب هتقول ازاي؟ فاهمني؟ يا ست انت شفتيني بكذب يعني. اه كداب. لما عينك دي مش مريحه. لمعت عيني ايوه ايه برضو؟ يا ست انت بتصدقي بتقول لك لمعت عيني، يا شايفه ما بتشوفش من قريب خالتك اصلا. انا اهزر يا ست، استهدي بالله الله يبارك لك كده، استني. اقسم بالله واحده زميلتي في اقسم الشغل. بالله انت كداب. مش انت بتقسم وانا بقسم. طب نعم. انا خليها تقول كده. هجيبها ايه؟ طب ما هي راحت بقى تشوف شغلها خلاص، انا ما اعرفش شغاله ايه هنا اصلا، ما اعرفش ايه اللي جابها هنا. فخلاص. حبيبي انت ما شفتش؟ استني يا بنتي بقى انت شويه كده. انت ما شفتش نفسك اتوترت ازاي ولا ايه؟ توترت فيدي بتقدم لي قهوه يا جدعان، هي قدمت لي شربات، انتوا بتهزروا. طب ما تروح لها البيت تقدم لك شربات. اروح لها يا نهار ازرق يا ستي الله عرفت يبارك. منين قهوتك وبتعملها لك زي ما انت يا لهوي بتحبها؟ احنا في شغل مع بعض اكيد هتعرف كنا بنشرب. ازاي يعني كنا في شغل مع بعض؟ ما تعصبنيش. لا مفيش حاجه. حصل حاجه؟ لا مفيش. في ايه؟ ممكن في ايه يا جماعه؟ ماليش كلام معاك ايه. في ايه يا جماعه؟ تستني. بس ما فيش حاجه ما. اتفضلي يا نور تعالي. مساء مساء النور. النور. حصل الحمد حاجه يا لله. جماعه؟ لا ما فيش. استاذه نور قارئه الفنجان، لازم تشربوا من القهوه. نشرب منه. اتفضلي. مالك؟ تحب القهوه صح؟ ما بحبش حاجه. نشرب من القهوه. اشرب يا القهوة. كريم لازم انت اللي تشرب القهوه. اشرب يا كريم. هو في حاجه حصلت يا ساره؟ اصل في واحده دخلت بتقول له تشرب القهوه بليز. اوكي. في واحده دخلت ايه؟ بتقول له عملت لك يا ايه كيكو. ايه كيكو عملت له القهوه زي ما انت إيه زيادة؟ بتحبها يا حبيبي. زياده. هو في حد هنا يعرفك؟ ما اعرفش. لا، مش فاهم. كانت زميلتي في الشغل عادي. طب ايه المشكله؟ لا اصل دخلتها والتوتر اللي هو فيه أنا مش ما طبيعي. توترتش وهستناك والله. بره. برضه بتتدخلي بينهم؟ ايوه دخلت دخله مش طبيعيه. بتتدخلي بينهم ليه؟ طب ما هي تتكلم. لا هي ما تتكلمش انا اللي اتكلم. وانت تتكلمي ليه؟ هو مش جوزك. لا ماشي بس هو ما وبعدين يتضايقهاش. يا تتدخلي بالخير يا ما تتدخليش. انا دلوقتي هي مجرد كانت زميله في الشغل، فهي دخلت ايوه قدمت لي ايه القهوه. زميله أنا- يعني تخش إيه تقول لك زميلة؟ ايه يا تقول لك كيكو يا مش عارف ايه كيكو. يا وهستناك ريتي بره. بحبك يا جدعان، ما انتوا في ما ده اللي يا كان جدعان. ناقص. يا ست انت تستاهلي انت بالله كده، هي بس اي كلام بيتقال ولا ايه؟ دخلت ادتني قهوه انا مش هشربها. هو كل ده عشان قهوه؟ مش هشربها. لا يا جماعه انا مضطره ارجع للحلقه، موضوع غريب جدا انا بصراحه. مش هشرب القهوه، مش أصلاً؟ هشربها خلاص. اصلا لا استهدى مش غريب والله. اصل انت ما شفتيش دخلتها كانت عامله مش محتاجه اشوف، هي بتدي له قهوه. عامة احنا مش خارجين مع بعض، احنا الثلاثة مم. نبقى نشوفها بقى. خارجين هنشوف في الفنجاني، ممكن في حاجات احنا مش عارفينها. معلش يا فرح عشان انا معيش وقت، فممكن نشرب القهوه عشان عندي حلقه تانية. حاضر، ممكن تشرب القهوه بعد اذنك عشان لا القهوة مش حلوة خالص. القهوه مش عاجباكي؟ استهليها والله. كمان بس شفتين طعمها مش بس حلو اتنين خالص. بس خلاص. يلا اشربها يا خالد اشربها. طب القهوه عاجباكي يا كريم؟ طبعا اه طبعا جميلة كيكو. وزيادة. اصل انا لازم بتاعتي تكون سادة، عاجباه فبتاخد زيادة طبعا إزاي؟ طبعا طبعا يمكن لازم هي تكون. عارفه هو بيشرب ايه؟ ايوه اما هي بتقولك معرفه في الشغل. يمكن عاملاها على مزاجه عشان كده مش عاجباكي. لا والله هو المفروض بيحبها زيادة بس ما فيهاش سكر تاني خالص. طيب خلاص عادي، مفيش مشكله، هنشوف. يلا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، ودلوقتي مع فقرتنا المفضلة وهي قارئة الفنجان. معايا نور هتقرأ لضيوفي الفنجان ونعرف التفاصيل والخبايا والأسرار اللي مخبينها سواء عن أفراد العيلة أو مش مخبين حاجة. أهلا بيكي يا نور، منوراني. اهلا يا فرح. أخبارك إيه؟ كله تمام. نور أحب أبدأ بفنجان أستاذ كريم. يلا اتفضل يا استاذ كريم اديني الفنجان بعد اذنك. اتفضلي.
طب ايدك بترج ليه بقى؟ لا مفيش حاجه، بس عشان القهوه وكده. كريم انت خايف؟ لا خالص، هخاف من ايه طيب؟ هخاف من ايه؟ خير ان شاء اي الله. حاجه. لا نور، كل اللي بتقوله بيكون حقيقه، يعني ان شاء الله يكون كله خير اللي عندك. طب يا رب يا ريت يبقى حلو. انا شايفاكي مهتميه اكتر من زوجته. دي حقيقه. بص يا كريم، الفلوس اللي مخبيها عن مراتك مبلغ كبير جدا، والمبلغ ده عشان توديه لثلاث حتت. مامتك، صاحبك، حرف السين، في واحدة بحرف السين. والمبلغ ده انت بتقول انا معيش فلوس او مديون او يا دوب على القد، بس الكلام ده مش مظبوط. انت معاك مبلغ كبير جدا اهو ما شاء الله ده خير. واديته لثلاث اشخاص، مامتك وحد صاحبك في الشغل، وفي واحده بحرف السين، الاكس بتاعتك بحرف السين، حبيبته او السابقه يعني. خطيبتك، او في حاجه بحرف السين. يا ست ده كلام فارغ. لا ما اسمحلكش، ده مش كلام فارغ، لان ده مش دجل، ده علم، فما اسمحلكش انك تقول على الفنجان ضيفتك ده علم، كلام ده فارغ. فعلا. دلوقتي اقتنعتي بيه ان هو علم؟ دلوقتي علم؟ مين بقى بحرف السين؟ مين؟ وفي حد فعلا بحرف السين؟ انت خالتها لمراته. مين بحرف السين؟ خالتها ما بيحبكيش مين؟ خالص. انا عارفه. وبيتكلم عليكي من وراك. حزب الله الوكيل ده انا عارفه برضه. بيتكلم عليكي انك حشره مناخيرك بكل حاجه. مين؟ مين ايه؟ طب والموضوع يا جماعه ده- اهدوا من فضلكم لحد ما تخلص بس قراءه الفنجان. اكمل يا فرح؟ طب معلش يعني إحنا آسفين، اكمل ولا اتفضلي. اعمل ايه؟ في هيحصل مشاكل اكتر من كده؟ في موضوع كبير هقوله ولا امشي؟ لا قولي معلش. طيب بلاش يا نور. لا معلش يا نور قولي. انت مراته. طيب خلي بالك، الراجل ده مش ماشي صح، والراجل ده في وراه موضوع كبير جدا، قاعد بيستغلك من الكلام ده وممثل عليكي دور مش حقيقي ده مين خالص. الراجل ده؟ انا؟ حضرتك والله؟ معلش التزم الحدود معايا بعد اذنك. حاضر. انا وعلى هتصرف فكره ثانية. في مواضيع تانية مش هقدر اقولها، خلي بالك. معلش يا وانا نور. هستأذن دلوقتي. شكرا يا نور، يلا نورتينا. شكرا. شكرا يا استاذ نور. شكرا. نورتينا. انا مش عارفه الاكس كان اسمها ايه بقى معلش عشان ابقى مين فاهمه؟ بحرف السين؟ انت كنت مرتبط بواحده؟ انا؟ كنت مرتبط بواحد. طيب معلش هطلع فاصل بعد اذنكم. آه. طيب ساده المشاهدين، هطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم مره اخرى. مين بحرف السين؟ اسمها ايه بقى معلش؟ انا كنت قايل لها، انا مش قايل لك. ما قلتش ولا أيوة، واحده بحرف السين، انا ماشي، نفسي ما أنت اعرفش. قلت بس السين بتقولك خالص. دي بتقول لك فلوس، انا هوديها فين؟ يعني لو قالت لك لامي امك لا. مش مشكله. ماشي، قالت ما أمك هي وصاحبك. ما هي مين بقى هي؟ يا ست قالت حد من الثلاثه، ما قالتش لا 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 قالت الثلاثه، ما قالتش يا حد من ست الثلاثه. يا ست انت اسكتي الله يبارك لا هي لك. قالت استهدي بالله الثلاثه. بس انت شوية. امك تمام عادي. ما هي طيب بقى قالت ماشي. لك حد من مين هي بقى؟ امي، مين؟ هي هتكون امي. لا لا هي لا ما لا، أنا ما امك بقى- بحرف السين؟ ايه؟ امك بحرف مش السين بحرف صح؟ السين، بس انا هي قالت حد من الثلاثه، قالت حرف السين ده في الاخر اي لا حاجه والله قالت اصلا. حد من الثلاثه اي حاجه. هي ايوه الاكس اي بقى كان حاجه. اسمها ايه؟ إيه؟ اللي كانت جابت القهوه هي دي الاكس صح؟ اكس هي وربنا كانت شغاله يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ ما أيوة اكس بقى، مين يا أيوة. يا صح، فاطمه؟ صح، فاطمه بس. بالله عليك ما تخليهاش تقول لي الكلام، تخليه تصدقيه. خلاص بس ايه يا ست؟ هو اصلا الموضوع خلاص، مش مع فاطمه، الموضوع خلاص. معايا انا. بره عن فاطمه يا خالص. ست انا بكلمها هي. لا هو خلاص لا معاكي ولا معايا، هو خلاص خلاص إيه خلصت طيب؟ كده. لا بقى بعدين. ايه اللي بس. طب احنا عشان هنا الناس والقصه دي نخلص. انا ماليش دعوه بالناس. طب ايه مالكيش انا ماليش دعوه بالناس. انا مش مشكلتي دلوقتي، انا طب عايزه هي اعرف قالت- مين دي. هي قالت حد من الثلاثه، ما قالتش قالت الثلاثه. هي قال لا حد انت قالت التلاتة. التلاتة. مش انت بس اللي سامع، احنا كلنا سامعين. على فكره دي قاعده جنبي اكيد بسمع. يعني هي قالت حد طلعتني عاميه وعديتها لك، هتطلع لي كمان بسمعش، يبقى الموضوع كبر معاك. والله هي قالت حد من الثلاثه، انا كنت سامعها على فكره، قالت لا لامي لا الاكس كان اسمها ايه؟ اكس مين؟ هتحول عليك يا كريم قدام الناس. يا ست تحولي في ايه؟ في ايه بقى؟ ما بالله عليكي نهدى شويه عشان هتفكر الموضوع بجد، وانت انا عارف انت بتهزري لا صح؟ لا، لا ما الموضوع بهزرش. بجد مش بهزار. طب يا فين الهزار في كده؟ عشان من اول يوم استني يا فاطمه، انا قلت لك دي بنتي مش بنت اختي. امها مش موجوده وهي في رقبتي صح؟ يا ست انا عملت فيها حاجه؟ ما هي معنى اللي اتقال ده دلوقتي ليلتك سودا يا كريم عليك. طب ما انا بقالي 4 شهور معانا يا ست، انا ضايقتك قبل كده يا يما؟ انا ضايقتك؟ ما دي المشكله.
طب يعني انا ما ضايقتكيش، فين المشكله بقى؟ يعني اي حد يقول لي الكلام تصدقيه؟ لا مش اي بهزر. حد. مش اي على حد. فكره الفنجان ما بيكذبش. اي نعم، ان انا ما بقتنعش قوي بالفنجان، بس دخلت اللي دخلت دي ما ريحتنيش بربع جنيه حتى. انت شربت القهوه؟ اه اسكتي بقى يا ست. ايوه ايه انت شربت الساعة- القهوه برضو؟ استني بس، ايه شربت القهوه؟ بتتكلم معايا بحدود. يا طب ما انت عارف. كريم اهدى على نفسك شويه، مش هقولها تاني. طب انا بقى نحل طيب الموضوع ولا نعمل مشكله قدام الناس ولا اعرف ايه؟ الاكس اسمها يا ايه؟ ست اكس ايه يا ست برضو ما تضايقنيش طب بقى. مين الحلوه اللي دخلت من حلوه؟ شويه؟ ما قلت لك طب صاحبتي في اسمها الشغل. ايه؟ اسمها صاحبتي ايه؟ دي اسمها ايه؟ أصلاً. اسمها ايه؟ هي ايه دي اللي اسمها؟ هي اسمها ايه اللي دخلت دي؟ دي اه. ياسمين. ياسمين. ما مش بالسين خالص اهي. ياسمين. مش بتبدا بالسين. نعم بقى. هو يعني لازم تبدأ ياسمين غير بالسين؟ السين اصلا، يعني هما اتنين. يا نهار ازرق. ده انت ليلتك سودا انت يا واللي ست اتنين. واللي جابك اصلا عريس ليه. انتوا الاتنين باتوا على السلم بقى. يا نهار القهوة عجبتكم؟ هو انت اسمك ايه يا كوكو؟ سحر. يا حياتي حلو والله الاسم. جميل الاسم، حلو قوي. القهوة عجبتك يا كيكي؟ تسلم. اه تسلم هو انت ايدك. بتتكلمي معايا بس كده ليه اصلا؟ كريم بيحبها زياده. ما انا عاملاها له زيادة. وانت عرفتي منين ان هو عرفتي بيحبها منين زياده؟ هو بيحبها زياده. على طول كنت بعملها له زيادة. على طول كنت والله بتعملي العظيم. ايوه هي بتعملها كانت له بتعمل ايه يا جماعه؟ كانت بتعملها بتعملها له في فين؟ الشغل. شغاله معاه؟ شغاله معاه فين يا روحي؟ في الشغل. ايه الشغل ايوه اللي انت شغاله أيوة، كانت بتعمليه؟ معايا. اسكت استنى انت قاعده كده. ما تتكلمش. كنت كنت شغاله بتعملي له معاه قهوه فين؟ فين؟ استني يا كنت فاطمة. سيلز. ايه؟ سيلز. هو كان عميل معايا. كان عميل. عميل. وانت اللي كنت بتعملي له القهوه. عميل. يا كوكي يا حبيبتي تسلمي. عميل. بس انت ما تعرفيش ان اسمه كيمو؟ بعيد عنه. لا انا بقول له يا كيكو على طول. يا كيكو الله. اهم ده حاجة بس أحسن. عجبتك القهوة؟ اكيد يا ايوه، انت حبيبتي مالك انت عجبته ولا عاملاها. لا؟ انت ما مالك؟ عشان انا هو بعملها انت له ما على طول. تعرفيش أيوة. ان دي المدام؟ لا انت اتجوزت؟ تخيلي. انت ازاي ما قلتليش؟ انت معلش، لسه كنت ما بتكلمني من معلش. كام يوم ما عرفتنيش ليه؟ ايه كام تاني؟ يوم؟ استني قلتي ايه معلش؟ نعم. بيكلمني من دي مراتك؟ مراتي طب انت ما قلتليش ليه ان انت يا اتجوزت؟ كيكو انت ما قلتليش ان انت انا اصلا بدور على رقمك دلوقتي لقيتك مش ظاهر عندي على الواتساب ما هو ليه؟ عشان بقى اتجوزت انت عارفه يعني هو انت لا انا ما اعرفش ان انت متجوز اصلا. تستهدف بالله خالد بس. هو انت متجوز من 4 ايام؟ متجوز. لا ما مش متجوز من 4 ايام انا. شكلي عملت مشكلة. لا يا حبيبتي عملتي مشكله ليا يا لا ولا كوكو. اي حاجه. خديه يا حبيبتي. يا ستي خدي هو مين؟ خلاص اصلا ليه هي مش خلصت. من مستواكي روحي يا كلمي. مستوى هي كانت بالظبط. اظبط نفسك وما تتكلمش. يا ستي كانت معايا في الشغل. تعالي بس يا سحر. طب ما تقولي الحقيقة، ما تقولي الحقيقة. قولي انت بقى، ليه تعالي ليه قولي ليه انت ليه الحقيقة. ليه ايه ليه الحقيقة؟ بتقول حاجة مش يا موجودة؟ ستي انت ايه كمان الحقيقة؟ بقول لك. استني ايه الحقيقه؟ قول لهم ان حبيبتي؟ احنا كنا مرتبطين وانت اصلا كدبت عليا ما قلتليش ان انت اتجوزت ليه؟ مرتبطين انتوا بقالكوا قد ايه يا دي مرتبطين؟ لا بقالنا صاحبتي يا كتير يا جدا. يعني هو انت كان مصاحبك واتجوز غيرك؟ ما اعرفش كنا بقالنا احنا تخيلي. بقالنا سنة ونص. سنة ونص. مرتبطين. سنه ونص؟ يا ستي ما فيش دي كانت صاحبتي دي بقى بتحب سنة تهزر. لا مش بهزر انا والله بتكلم بقول بتهزر. الحقيقة. اللي جابك عريس ليها. والله لا لو سمحت يا فندم ما تغلطيش، انا ما غلطتش في حضرتك. انا بتكلم على جوزي اصلا، انت مالك؟ اوكي. يا طب انت ليه ما حبيبتي تقولي الحقيقة؟ حقيقة بتقولي ايه؟ ايوه سنة قول ونص. انت بس ليه تصدقي؟ بتكذب؟ حلوه قوي. يا ستي أوكي. بتهزر أيوة، بتهزر. بتهزر طب سنة ونص ما بتهزر. بهزرش تيجي قول عشان لهم الحقيقة، انت ليه بتكذب؟ حقيقة انت اللي هي دلوقتي الحقيقة حبيبتي. يا احنا لهوي. مرتبطين. لحد النهارده؟ طب وبعد ما عرفتي ان هو اتجوز ايه وضعك بقى في الموضوع؟ تخيلي انت لو مكاني هتعملي لا لا ايه؟ بصي لو بصي هو مكانك عامة مفيش جواز بأمانة خلاص. كوبايه القهوه دي تلزمني تتلبس في وشه. كوبايه ايه؟ والله العظيم في وشه. في وش مين؟ بامانه في وشك. كوكي. اسمه كيكو. كيكو كيكو. طب يلا يا روحي احنا مش هنكمل. يا ستي لا اقعد انت، ولو قمت وتزيني ليلتك سودا انت. ما ينفعش. معلش معلش سوري. معلش لا. طب أنا يا مش فاطمة هكمل، يا جدعان مش طب هكمل، والله معلش. هنخرج والله العظيم هي صاحبتي والله صاحبتي. ايه صاحبتك دي يا ستي كانت اصلا؟ معايا في الشغل والله. يعني ايه صاحبتك؟ طب هدي الدنيا هدي الموضوع. مفيش تهديه. يا فاطمة فاطمة استنى. مش هكمل. والله ما هو العظيم انت ما ينفعش اصلا اي حد وداخله بتتدلع قوي. يا ستي لا. فاطمة. ما تقولش صاحبتي. كلمة صاحبتي كانت بتعصبني. زميلتي في الشغل كانت زميلتك وعارفه قهوتك وبقالكوا سنه ونص ومن 4 ايام مكلمها. طب نخلص الدنيا دي. كريم انا من اول يوم قلت لك بلاش دي. لو باي حاجه عملت لها وشفتها زعلانه هتبقى حسابك معايا يا انا. ستي والله العظيم ما اقدرش ابص لغيرها.
يا فاطمه يا فاطمه استني والله العظيم ما في. طب تعالي معلش تعالي. معلش لا يا فاطمه يا لا. فاطمه اقسم بالله ما يا هي ستي خلاص خلصت لا. لا هي ايه اللي خلاص خلصت؟ لا يا ستي اقسم لا. بالله زميلتي في الشغل. مش طب مشكلتي. تعالي بس نقعد زميلتك مكلمه من 4 ايام يا ليه؟ ستي دي بتهزر 4 ايام ايوه ايه؟ بتهزر طب ايوه معلش ايوه ممكن بتهزر. تزهقنا معلش طيب؟ لا ما يعني خلاص. ينفع حضرتك تستريحي؟ انا من 4 ايام أستاذة. واخد تليفونها واشوف انت مكلمها من 4 ايام ازاي. ينفع تستريحوا بعد كده؟ طب انا عايزه رقم تليفونها بعد اذنك وهات تليفونك. هات تليفونك. تليفوني حضرتك. طب يلا بعد اذنك. طب هات تليفونك واشوف رقمها هجيب عندك لك ولا لا. تليفوني بس نخلص بس نعدي دنيتنا ورحمة أمي يا كريم لحسابك معايا. طب نقعد نخلص. أنت واللي جابك عريس ليها. أنتوا الاتنين. طب نعدي يا فاطمه فاطمه يا ستي والله العظيم دي بتهزر. والله بتهزر مفيش الكلام ده. ما تحلفش خلينا بالله نخلص أنا اليوم متأذي ده 7 سنوات. عشان أنا عارف يعني إيه بتحلف؟ خليك راجل وقول طب ما تهدي شويه يعني اهدي شويه كده بالله. أكيد هي مش هتكذب من 4 أيام مكلمها. يا ستي مفيش الكلام ده. وسنه ونص طب ما قلتلهاش سنه ونص ليه و4 كدابة؟ ايام. ايه؟ عايز كان ممكن تقول لها أنت بتكذبي؟ ما انا قلت لها انت كدابه. أنت والله ما سمعتش والله. طب نستهدى بالله يا كده. كيكو بعد كده هسجلك على التليفون مش كيمو كيكو. طب استهدي بالله بس الله يبارك لك والله العظيم ما في الكلام ده. ما 4 ايام ايه؟ ما انا معاكي كل يوم. كل إيه، يوم ما أنا بتروحش معاك في الشغل؟ الشغل. هكلمها في الشغل انا ليه؟ انا شغال بشوف شغلي يا جدعان. حبيبي. عشان كده لما برن عليك بلاقيك انتظار ساعات تقول لك ستي انت بقى- بتكلم مين تقول لي بكلم صاحبي يعني. بكلم في الشغل وربنا. خير يا جماعه اهدوا، في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ما فيش حاجه نخلص طيب بس بعد اذنكم اليوم عشان ده. انا راجعه الهوا دلوقتي. بعد اذنك. اوكي تمام بعد اذنكم معلش. يلا يا جماعه نرجع. ودلوقتي رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، ولكن طبعا أنا كنت في الكنترول جوه ووروني فيديو الأستاذ كريم. الفيديو ده بيتكلم فيه عن خالة فاطمة، فخلينا نشوف الفيديو ونرجع مرة أخرى. طيب عايزين نعرف علاقتك مع خالة مراتك عامله ازاي؟ انا الواحد بيخاف منها اصلا، بتيجي على طول البيت تطلع عينه. ليه بقى؟ وولادها ودايما بيبهدلوا الشقه. طب وهي عارفه ان انت بتبقى متضايق منها في الكلام ده؟ ده ما بتضايقش يعني، انا بولع من جوايا بس مش هقدر اتكلم. ما بتبقاش قادر تتكلم. بص لا ما تخافش طبعاً احنا بصراحه يعني فاهم، تيجي بحس ان هي البيت بيتها، لا تخش تقلع الشنطه هات لي عصير وهات لي طب استني بالله انت لسه داخله فين الفطار؟ دخلت على الثلاجه خلصت الجبنه خلاص خلصت الاكل كله واحنا بنبقى قاعدين صايمين فاهم اللي هو ربنا يستر. بس انا عايز اعرف بس موقف حصل حقيقي بينكم وكان فيه مشكله كبيره. لا في مشكله بسبب ابنها. سبب ابنها ايه اللي حصل؟ ابنها احمد الصغير. الواد يقعد انا عندي على الكنبه يفضل يتنطط الكنبه عماله تهبط فاهم. يا حبيبي اقعد. هو ابني عمل ايه؟ هو ابني ما هو بيقعد اهو قاعد. يا ست ارحميني ابوس ايدك ابنك بوظ الكنبه. ابنها اسمه ايه بقى؟ احمد. ابنها اسمه احمد. تمام. طب احمد يعني قاعد يتنطط على الكنبه وانت بتتكلم معاه، فانت ما بتحبش احمد صح؟ انا بصراحه ما بحبهمش كلهم بس انا بحب مراتي لكن هم لا. ما بتحبهمش. طيب طب هي بتحبك؟ يعني في الغالب باين كده بس يعني بتوقع مثلا بينكوا بيحصل مشكله بتقوم مراتك عليك؟ هو بصراحه اكيد يعني هو اكيد بس فاهم من ورايا بقى من قدامي لا ده انت حبيبي ويا لهوي انا عندي غيرك انت. أنا حزينة على الكلام ده، حزينة على النفاق، حزينة على اللي وصلنا ليه كلنا بصراحة. يعني ليه كريم يكون قاعد في وش خالة مراته ويتكلم أحسن كلام عليها وفي ظهرها يتكلم عليها الكلام ده، بيتكلم على جبنة وعلى أكل يعني على تفاصيل يعني تنقص جبنة. الإنسان. وعلى الطفل بنتكلم على أطفال يا كريم، ما يكسر الكنبة يا كريم، ما هي الكنبة دي عشان نقعد عليها واحنا كنبه يا هنخلي حبيبي لها. انا اللي جايباها لك طيب ولا انت ناسي؟ يا ربنا يخليكي لينا يا رب. أنت اللي جايبة له الكنبة؟ ازرق. لا فداكي البيت كله بتاعك ده انا كنت بهزر. بتهزر. هنشوف الهزار ده بعدين. يعني هتعملي إيه؟ لا بعدين بقى، ده هو حسابه كبير كبير قوي. ربنا يستر. كملت. ما فيش البس. حاجه لان انا بهزر يعني والله. البس. يعني إيه يلبس؟ بمعنى إيه يعني؟ هو عارف. طيب انا هرجع. طيب هطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم مره اخرى. هو انا ممكن ميه بس سحر تجيبها لي معلش؟ سحر حاضر. اه ثانيه واحده. طيب اوكي معلش بعد اذنك. عيوني الاثنين ثانيه واحده.
وخليها تجيب تليفونها الله يبارك لك. تليفونها؟ عشان عايزه اعمل عندها مكالمه. حاضر عيوني الاثنين. حبيبتي تسلمي. على ايه يا حبيبتي؟ محتاجه اي حاجه ثانيه؟ لا يا حبيبتي، بس ثانية. تليفونها اهم من الميه اصلا. ممنوع دخول التليفون، المذيعه بس اللي بيكون معاها التليفون، المذيعه بس اللي مسموح لها عشان ما طب ينفع اطلع لها بره اشوف بس تليفونها ثانيه؟ تطلعي لي انا هجيب لك الميه حالا، لحظه واحده. يا صح. ايه رايك في الفيديو؟ كنت بهزر، انا كنت بهزر والله. حياتي هوريك الهزار، هظبطك. فاطمه ابعد عنها. يا ست ابعد عنها ايه؟ ما مراتي، ايه اللي ابعد عنها؟ تعالي يا ده فاطمه اقعدي هنا. كلام قديم ده. قومي طب ارجع مكانك. قومي اقعدي ده هنا. قديم. معلش مش هكمل لو هي قاعده هنا. ازيك يا كوكي؟ انتوا بتقولوا ايه؟ معلش سوري. كوكي. طب ما تجيبي ازازه المايه دي نسيتي؟ ازازه المايه دي. لا دي المايه دي ليا انا يا حبيبتي. هاتي قلبي تسلمي. اتفضلي ربنا يخليكي. بقول لك ايه؟ اتفضلي. هو انت معاكي رقم واحد لكريم ولا الرقمين؟ لا معايا رقم واحد. بتاع الواتساب بس. اها. هو انتوا متكلمين من 4 ايام بجد؟ معايا الشات. انت بتكلمي على طول؟ لا معايا الشات. طب ما تديني الشات الله يبارك لك. موبايلي بره بس ما ينفعش ادخل بيه البلاتفورم. طيب ممكن حضرتك لما ممكن تقولي اطلع معاكي؟ طبعا بعد ما دي واحده تخلصوا. اطلع معايا؟ لا بعد ما تخلصوا الحلقه. اوكي ماشي. في شاتات ما بيننا مش شاتات. ايوه. انت ليه بتكذب؟ ما تقولي الحقيقه يا كيكو، انت ليه طب بقول لك بتكذب؟ ما تيجي تقعدي هنا عشان انت لا مش مسموح. مش مسموح تقعدي. طيب هو انت يعني هسألك على بس بسيط اتفضلي. يعني هو كان بيحبك ويقول لك بحبك وبموت فيكي والجو ده؟ ايوه والله العظيم. هكدب ليه؟ بقى سنة ونص تيجوا. يا ست انت لا احنا لسه كنا بنتكلم من 4 ايام على اساس ان انا هشوفه كمان يومين. كمان ايه؟ يومين. والله العظيم. لما قلت عندك سفرية في الشغل صح؟ والله استني بس، استهدي بالله. كمان استهدي بالله، استهدي بعدين بالله. يا حبيبتي يا ست ده يا انت ست عيلتك استهدي سودا بالله. معيلة. يا ست صدقيني استهدي ما كنتش عارفه ان بالله هو والله يعني اتجوز. بتهزر. هو ما تعرفيش قاليش. هو هو ما قاليش ان هو هو اللي اتجوز. أنا يعني انا عارفة. المفروض دلوقتي اتخانق معاه وافرج عليه الدنيا ان هو كان مرتبط بيا أيوة. وفجاه يا اتفاجئت ست ان هو يا متجوز. ست الله يبارك لك والله استبري. يعني طيب الغلط من عنده مش من عندي. ايوه انت حاجة يعني انا محترمة. اتفاجئت بيه اصلا. انت جاي مكان شغلي وانا متفاجئه بيك. ايه ده؟ هو عارف ان انت شغاله هنا؟ خلاص طيب. لا، ما اهدي يعرفش. ما بقى. يعرفش. كنت عامله له مفاجأة؟ لا، أنا خالتي. جديدة. ولا انت ما لسه قلتلهاش جديدة. ان انت جاي؟ طب لا لا انا لسه جديده هنا. يا حبيبتي بس شكله هيبقى اخر يوم يا روحي. ليه؟ عشان انت شفتي كيكو استني، النهارده استني. عشان ليلته طب سودا. استبري لا انت. ليلته سودا مع حضرتك بقى. ليلته الطين معايا. يا حبيبتي هو انت بعد ما عرفتي ان هو متجوز انت هتكلميه تاني؟ اكيد هاخد حقي مش هسيبه. تاخدي حق. يا حبيبتي تاخدي حقك ازاي؟ يا حبيبتي ثانية استنى يلا. هموت واشرب. ثواني بس ثواني. اشرب. تاخدي حقك تشرب ازاي؟ مش السم. فاهمة يعني ايه طب تاخدي واحد حقك؟ يا بيكذب ست عليا انت يا ست ومرتبط انت في بيا ايه فايه؟ طيب؟ ايوه بقول لك هتهدي انا كده؟ مراته يعني طب انت ايه؟ مش شايفاني مش خالص. عارف ان هو اظبط نفسك متجوز. يا ايوه كريم. خلاص بقى طب انت وصلت بعدي المصدر. عني وانا فاطمة. كده كده اكيد مش هكمل. بس اكيد لازم اخد حقي. اكيد مش هتكملي؟ اكيد مش هتكملي. ليه مش هتكملي؟ لا اخد حقي. اللي هو ازاي بقى حقك؟ لا معلش دي عايزة أبقى فاهمة. حاجات كتير قوي ممكن زي؟ اي واحده تاخد بيها حقها. زي؟ يا روحي لا معلش. حاجات كتير قوي يعني. زي ايه اكيد يا انت كوكي؟ فاهمه الستات بياخدوا حقهم ازاي من الرجاله لما بيكونوا عايزين ياخدوا حقهم. فانا ماسكه اكيد عليه هاخد صور حقي. يعني؟ ما انا مش فاهماكي. نعم. ماسكه عليه صور يعني؟ لا اكيد. امال ايه يا لا روحي؟ انا هعرف اخد حقي منه كويس قوي. هو عارف. هو عارف. هو وعارف كل حاجه. وهاخد حقي منك يا كريم. طب تعالي بس اقول لك. تعالي يا كوكي تعالي. يا ست انت طب استهدي بالله عشان كيكو انت بتصلحي محترمه. اسمه كيكو. يا رحمه امي طب نهدى اللي انا لما بحلف نخلص، بيها لما كده نخلص، لما لا ليله اهلك سودا. نخلص. ماشي انا نخلص هكلم الناس. امك لما نخلص. طب ما نخلص نهدى نخلص. هنقوم نمشي دلوقتي ونتكلم انت برضه. مش هتمشي معانا اصلا يا زفت. محترم. طب نهدى طيب ولا ايه؟ طب خلاص هنقوم نمشي دلوقتي اصلا. هنوقف كل حاجه ونقوم نمشي. ماشي هتاخد حقها بتاع سنه ونص. يا ست انت هدي الدنيا شويه. هدي الدنيا. هدي الدنيا شويه. ده انا كمان قايله لك يومين. من اول يوم وانت والتاني عارف. يعني التاني عارف. قلت له بلاش فاطمه عشان انا عارفه ان انت زفت. يا ست زفت. وقال لي اتغير فين؟ يا ست كان بيشتغلني.
اشتغلي في ايه يا ست وانا ماشي، وعماله اقول لها كريم اسمعي كلامه اللي هو عايز اعمله له، يجي يلاقي الاكل جاهز، يجي يلاقي الشقه نظيفه، يجي يلاقيكي عامله له كل حاجه وانت زفت. طب اهدي، طيب اهدي وهنشوف الموضوع ده لما نخلص. اهدي بس كفايه. لما نخلص احنا نطلع على المأذون هنطلع مأذون ايه؟ مش طلعه واحده، ده اتنين يا حبيبي. ايه ده يا ستة؟ تلاتة. مفيش مين الكلام التالت؟ 3. مين التالتة؟ هي التالتة 3 طلقات. انت هبله، اقعدي انت. انا مفيش وانت منها. يا حبيبتي النهارده طلقنا احنا الاثنين عشان على اللي ايه هو يا جايبه. ستي؟ يا ستي في ايه يا ستي؟ ما كبرت الموضوع ليه؟ هنخرج ونبقى نتكلم لا بره. الموضوع مش ما كبرش. هو الموضوع كبير اصلا، ده سنه ونص. يا نهار اسود، 7 شهور يا كداب، يا كداب يا زفت. 7 شهور قاعد ملاك يا واد. ايه يا واد ده؟ امال لو كنت فاكر نفسك احمد عز كنت عملت في امي ايه؟ افهمك. طب خلاص، طب نهدى طيب شويه. النهار الازرق، لا لا، احنا نشوف لك دور مع محمد رمضان. والله عارف جعفر العمده لما كان بيطحنوا؟ تطحن انت يا كريم ست وطحنتك على ايدي. استقدم في ايه؟ طيب يا ستي والله العظيم بتهزر والله اما بتقال. نطلع بره بقى شوفي الشات. هشوف. اما نطلع بره نشوف إيه؟ الشات. انا اللي اشوف. لما نطلع بره. متأكد؟ يا ستي متاكد والله، ما نطلع بره نشوف الشات. ماشي. بس نخلص ليلتنا هنا. هي فين يا ست المذيعه اللي هنا؟ خلينا نمشي. نمشي؟ ده انت النهارده هتمشي على نقاله. ده يا ست هو انت هتمشي عادي؟ يا ست استهدي بالله كده وخلي الموضوع يهدى عشان فاطمه. عشان ايه؟ عشان هو انت عملت حساب فاطمه؟ طب هدي الدنيا. ايه يا حبيبتي؟ ها، ممكن ترجعي مكانك؟ لا معلش، عشان فورمات البرنامج لازم تقعدي مكانك. حاضر، عشان البرنامج. ليه كده؟ ليه كده؟ قومي. ممكن تروح لهم بعد اذنك يا بايكا؟ اقعد عدل، اقعد عدل. معلش ممكن الازازه حد ياخدها مني يا جماعه؟ اقعد عدل. عايزه الميه انا ولا قاعد عدل اهو. لا انا شربت حاجه. خلاص هي مش عايزه. ما انا قاعد عدل. يلا. كلماش. ليه ما يكلمهاش يا امه؟ هي مراته، مفيش حاجه اسمها كده. اسالي سحر. اوري لحضرتك الشات اللي ما بيني وما بينه. حياتي لا يعني انا هشوف جبت الشات. لك الشات. هو ايه اللي ما ينفعش؟ هو ايه اللي ما معلش. ينفعش؟ التليفون. لا انا عايزه التليفون، عايزه التليفون. بقول لك انا عايزه التليفون. انا عايزه اوريها الشات. ينفع التليفون؟ معلش اوريها الشات. بعد طب إذنك، هتروحي بعد إذنك، كملي إحنا الحلقه. قلنا- لا خلاص. انا قلت لحضرتك انا عايزه اوريها الشات. انا عايزه الحقيقه. لازم تشوفي الحقيقه. لو سمحتي لا لازم تشوفي الحقيقه. انا عايزه اعرف الحقيقه بقى. انا دلوقتي عايزه اعرف الحقيقه. بعد ما نخلص الحلقه تخلص وانا هعمل الاثنين ليكي. بس لو سمحتي اللي انت عملتيه ده هتتحاسبي عليه النهارده. لا انا مش هتحاسب عليه. واخرجي لي بره عشان ما اروحش. ماشي. اتفضلي اتفضلي بعد اذنك، بعد اذنك اتفضلي. خش بعد اقعد إذنك. مكانك. خش 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 يا كريم. لا حول ولا قوه الا بالله. الشات فيه ايه يا كريم قبل ما نشوفه؟ يا ست شات ايه؟ الكلام ده ما حصلش اصلا. ده هي انت كمان كداب. هنطلع نبقى نشوف الشات بره. ماشي اما هنشوفه نطلع بره اما نطلع. طيب لما نطلع. بالهدوء يا جماعه، كل حاجه بتتحل مش بالطريقه دي، مش نخلص بس بالطريقه دي. نخلص البرنامج. طب يلا يا جماعه، يلا بعد اذنكم انا محتاجه ارجع حلقتي، انتوا بجد بوظتوا لي اليوم. يلا يا جماعه جاهزين؟ ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، ولكن مش في برنامج البيوت أسرار. رجعنا في برنامج حماتي وزوجتي. ده طبعا كان مقلب معمول في الزوجة وخالتها، معمول في الزوجة وخالتها، ولا في تشات ولا في فيديو مفيش حاجة، ولا في ولا مفيش في حاجة سخر. والله. واصل دي اسمها ندى، والزوج متفق معاكي مفيش يعني والله. متفق عليكي معانا، وده كان مقلب. وانا عرفت قد ايه انتي متدخله في حياتهم. مفيش حاجه. وده مش المقلب، ده بقى مش مقلب. مفيش حاجه يعني والله. انت اللي كلت الجبنه. انا اللي كلت الجبنه كلها. انا صدقت خلاص. مفيش حاجه. كل ده مقلب. عرفت ان انا صريح. يعني اتنين هيبقى ليلتهم سودا. عرفت يا ست ان انا صريح. انت ايديك تقيله قوي. متغاظه منك صراحه. حرام عليك. واضح انك شايله حاجات كتير وطلعتيها دلوقتي. والله الموضوع مش كده والله يا ست، كنت هي بهزر معاكي. مخضوضه، هي مخضوضه، هي مش قادره تستوعب لسه. لا طبعا ده كله هزار، احنا بنهزر مع بعض.
دي كانت حلقتنا النهارده من حماتي وزوجتي، استنوني في حلقه جديده. شكرا ليكم.